في الفيديو ده هقولك على تركاية كده تخليك تسحب كاش من الكريدت كارد. لو تفتكر انا دايما بقول اوعى تسحب كاش، وتلاقي دايما اي حد بينصحك في الموضوع بتاع كارت المشتريات او الكريدت يقول لك اوعى تسحب كاش. طيب ازاي بقى تسحب كاش من الكريدت بتاعك؟ تعال نشوف الموضوع ده، بس ما تنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. طيب كلمة السر هنا هي المحفظة. هتعمل محفظة. طيب مش هتعمل محفظة في أي حتة، لأ، هتروح عند البنك اللي أنت مطلع منه الكريدت وتعمل عنده محفظة، وليكن مثلا بنك اسكندرية أو بنك مصر أيا كان. هتعمل الكريدت بتاعك، أو لو أنت الكريدت بتاعك موجود بالفعل هتروح عندهم وتعمل محفظة على رقم تليفونك. هتيجي بعد ما تخلص الموضوع ده، هتيجي على المحفظة بتاعتك، هتلاقي فيه إن أنت تحول من حسابك للمحفظة بتاعتك. وانت بتحول لحسابك هتختار الكريدت كارد، هتحول من الكريدت كارد للمحفظة. تيجي بعد كده تعمل سحب عادي من الاي تي ام، تقف قدام اي اي تي ام، دخل يا باشا رقم تليفونك، دخل الرقم السري والكلام الجميل ده كله، شكرا، سحبت كاش من الكريدت بتاعك. وخلي بالك هنا البنك بيعامل المعاملة دي اكنها عملية شراء عادي، لان البنك بيكون بالنسبة له ان انت حولت فلوس من الكريدت للمحفظة. بالنسبة للبنك انت ما سحبتش كاش، بس انت سحبت كاش من الناحية التانية. يعني عارف اللي هو ايه، انت خدت فلوس حولتها من هنا لهنا، وبعد كده ايه رحت ساحب فلوس من المحفظة. فدي تركية حلوة انت ممكن تعملها، ولكن خلي بالك ان بيكون في مصاريف برضو وانت بتسحب من المحفظة بتاعتك، بتكون تقريبا 1%، زي فودافون كاش بالظبط. يعني وانت بتسحب من الاي تي ام بيكون في برضو رسوم كده بسيطة، ولكن دي حاجة تحل لك مشكلة. يعني انت دلوقتي محتاج كاش ضروري، انت محطوط في ازمة ولازم تتصرف، فده حل لطيف انت ممكن تعمله. وانا شخصيا بعمل كده لما بيكونش معايا كاش والديبت مش معايا مثلا، او مفهوش مفضي اللي فيه، بقوم جاي عامل الحركة دي. وفي حركة تانية برضو انت ممكن تعملها، وهي لو افترضنا ان انت المديونية بتاعتك مثلا 5000، وانت كل اللي في جيبك 5000، بس انت محتاج كاش، تتصرف ازاي؟ انت ممكن تسدد المديونية ده، طبعا بافتراض ان انت اتزنقت خلاص. يعني بافتراض ان انت المفروض ميعاد السداد بكرة، خلاص اخر يوم، وانت معكش في جيبك فلوس غير 5000 مثلا، والمديونية اللي عليك 5000. انت لو سددت المديونية انت هتقعد كده باشا معكش ولا مليم في جيبك، فطبعا ده ما ينفعش. هتسدد المديونية عادي جدا، مش هيبقى معاك ولا مليم في جيبك، اصبر بس ايه 10 دقايق وهيبقى معاك فلوس تاني. تحط الفلوس بتاعتك في الكارت، سددت المديونية تمام، البنك هيقول لك شكرا انت كده ما عليكش حاجة، روح اعمل بقى العملية اللي قلناها من شوية واسحب تاني الفلوس. بس طبعا انت اكنك بالظبط بترحل المديونية للشهر اللي وراه، ولكن انت بتحل ازمة زي ما قلت لك، اللي هو انت خلاص الدنيا الحالة ناشفة زي المستشفى، فانت عايز ايه تتوفر معاك اي كاش، فممكن تعمل اللعبة دي. بس يعني ما تستخدمهاش كتير عشان ما تدفعش مصاريف على الفاضي، لان في عمولات برضو بتدفع. يعني انت ال 5000 جنيه دول هتدفع عليهم 50 جنيه مثلا، فما تقعدش تعمل في الموضوع ده كتير، بحيث ان انت يعني قدر الامكان توفر برضو. فما تقعدش تعمل في الموضوع ده كتير غير لو مزنوق فعلا ومحتاج الفلوس دي. فاتمنى يكون الموضوع فادك باي حاجه، متنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.